دخلوا الحسن الثاني للقصر، وعوض ما يخدم البلاد بدا كيخدم اغراضه الشخصيه. هشام المنداري دار بزاف ديال الاخطاء في حياته، لا قبل ولا بعد ما دخل القصر، ولكن من اهمهم وعلى حساب روايات الصحافه الفرنسيه وتاكيد الامير مولاي هشام العلوي للامر براسو في كتابه سيره امير مبعد، ان المنداري انتحل صفات الامير هشام اكثر من مره، لا داخل المغرب ولا خارجه. وهذا الانتحال خلاه يدخل الفنادق منتجعات غاليه ويطلب الاكل وملابس وخدمات اخرى باهظه الثمن بالمجان. ولكن الامور غتخرج على السيطرة فاش اكتشف الأمير هشام ملابسات واحد القضية في الأردن. أشنو وقع؟ غيتصلوا به أصدقاء أردنيين بغضب وغيوبخوه بشدة، حيت طلب حصة كبيرة من وساطة دارها في عملية فوسفات لرجال أعمال هنود. هنا هشام العلوي غيعرف أن الأمور خرجت على السيطرة، ومن وراء التحريات واتصالات مستمرة مع رجال الأعمال الأردنيين غيكتشف أنه هشام المنداري اللي وراء العملية. الغريب في الأمر هنا أن الأمير مولاي هشام في الأول وقبل ما يكبر المنداري احتيالاته وخططه بسميته كان عارف هذا الشيء، ولكن عمرو حذر منه ولا دار شي تدخل. واش كان خايف من قوة المنداري داخل القصر الملكي، ولا كان كيشوف الأمر عادي وماشي ضروري يعطيه أهمية؟